السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم قناتي على اليوتيوب قناة طبخ من بغداد. هلا وكل الهلا بكم. الفيديو اليوم راح نسوي الهريسة العراقية بطريقة أهلنا الطيبة. جربوها ومتأكدة راح تعجبكم. طريقة بسيطة وطعم طيب الكل راح يسألش عليه. قبل ما نبدي، إذا كانت هذه أول مرة تشوفونا أتمنى تشتركون بالقناة وتنورونا، وإذا حبيتوا الفيديو مالت اليوم لا تنسون خلونا لايك ودعمونا. وهسه راح نقول بسم الله ونبدي بتحضير هريستنا العراقية الطيبة. لتحضير هريستنا العراقية الطيبة راح نحتاج إلى الحبية، والحبية هي القمح. راح أستخدم أني كيلو من الحبية أو كيلو من القمح. راح أنظفه أول شي وأفحصه، فيما لو أكو ويا الحبية شوائب، مرات تجي أحجار قشور، نحاول ننظفه قد ما نقدر ونغسله وننقعه. مدة النقع براحتكم، أقل شي لازم تكون 4 ساعات، وممكن تنقعون الحبية قبل بيوم وتبيتوها ليلة كاملة وثاني يوم تطبخوها أيضا ممكن، لكن ضروري ننقع الحبية على مود حبات القمح عندنا تتشبع بالمي وتنطبخ بسهولة. راح نحتاج أيضا إلى كمية من اللحم، وأني بما أنه استخدمت كيلو من الحبية فراح أستخدم كيلو من اللحم. نوعية اللحم تحبون غنم أو عجل أو نص بنص، يعني تخبطون النوعين سوية أيضا ممكن. يفضل يكون بعظم ويفضل يكون بشوية من الشحم على مود مرق اللحم عندنا يطلع طيب من نجي نضيفه للهريسة. أخذت اللحم بعد أن غسلته وخليته بكمية وفيرة من المي وتركته على النار إلى أن بدت عندنا العفو هذه الزفرة تطلع على سطح الجدر. راح نرفعها بهالشكل هذا. بعدين راح نصفي اللحم ونغسله ونبدل المي مالته ونطبخه بمي حار جديد. هسه لاحظوا هنا أصدقائي، صفيت اللحم والجدر اللي سلقنا بيه اللحم وأخذ أول فورة راح نغسله على مود يتخلص العفو من أي طعم غير محبب. واللحم غسلته بمي حار، وأني قبل ما أفرغه من المي الحار أني بديت أفور مي حار على جهة على مود نستمر بعملية طبخ اللحم بمي حار، مي دا يغلي. فهسه هنا بعد أن غسلت اللحم وغسلت الجدر رجعت اللحم بالجدر وضفت عليه مي حار وكم ورق من الغار، وراح أتركه على نار هادئة إلى أن يستوي اللحم 100%. ما راح أضيف وياه أي شي، فقط راح أسلقه بالمي. ولاحظوا هسه مرق اللحم مالتنا شون مثل الزلال صافي، طعمه حيكون كلش طيب وما بالعفو أي طعم للزفرة. بنفس الوقت طبعا نقدر نطبخ الحبية أو القمح. راح نجيب جدر ونخلي بيه كمية وفيرة من المي، ننتظر المي إلى أن يبدي يغلي ويسخن بهالشكل هذا اللي تشوفوه. بعدين ننزل الحبية أو القمح اللي غسلناها ونقعناها، ونبدي كل شوية نحركها بهالشكل هذا ونغطي الجدر على النص إلى أن تستوي عندنا الحبية بالكامل. ضروري طبعا أصدقائي كل 10 دقايق تحركون الحبية بهالشكل هذا على مود ما تلزم شعب مثل ما نقول بالعراقي وما تحترق ويانا. النار مالتكم تكون هادئة إيش قد ما تقدرون، راح تستوي وياكم بسرعة. هسه بهاي المرحلة اللحم عندنا استوى 100%، شلته ورفعته من المي وبديت أفلسه. وطبعا من نفلس اللحم مالت الهريسة لازم نوخر العظم، نوخر الزوائد الشحمية، أي قطعة لية يعني نوخرها. أكو مرات أتذوق هريسة عند ناس مثلا يكونون حاطين بيها اللية، أنا بصراحة ما أحب إضافتها ويا الهريسة. أولا عفوا تنطي زفارية للهريسة ويكون طعمها غير محبب من تجون تاكلوها يعني أثناء الأكل أثناء المضغ. فأنا بالنسبة إلي أضيف فقط اللحم، وهاي شكو زوائد شحمية أو عظم أو شي يعني أشيله وأرفعه بهالشكل هذا وأضيف فقط اللحم فوق الهريسة. فلست اللحم بهالشكل هذا وراح أتركه على جنب. وبالنسبة لمرق اللحم اللي يعني سلقنا بيه اللحم راح أخليه بهالشكل هذا بدورق، ومن أجي أخفف الهريسة أخففها بمي اللحم. أثناء السلق راح تدخن عندنا الهريسة، ففي كل مرة راح نحتاج نخففها. فأني لتخفيف الهريسة أضيف مرق اللحم. ويفضل إنه كل شوية تسخنوه، يعني إذا أنتوا عندكم مايكروويف فأني كل شوية أسخن مرق اللحم باستخدام المايكروويف على مود من أجي أضيفه يكون حار، أو تحبون تخلوه بجدرية صغيرة وكل شوية تسخنوه. المهم من تجون تخففون الهريسة سواء مي أو مي لحم لازم تضيفوه وهو حار. هسه بهاي المرحلة استوت عندنا
الحبية أو حبات القمح راح نبدي نهرسها باستخدام المضرب اليدوي، وإذا تحبون تهرسوها 100% بحيث تصير عندكم مثل الشوربة براحتكم، أكو ناس هيج تحب تاكلها، أو تحبون بهالشكل هذا يعني تهرسوها على النص بحيث تكون الحبات عندكم بعدها مبينة أيضا براحتكم. أنا شفت هنا صارت بدأت تدخن، فبديت شوي شوية أخففها باستخدام مرق اللحم، وباستخدام المدراخة راح أبقى أحركها وأدرخ الهريسة إلى أن تتهدر وتصير ويانا مضبوطة. بعد أن هرسنا الهريسة راح نضيف هسه كمية من الملح. ضفت أول شي ملعقة طعام من الملح، وبعدين نحركها ونضيف اللحم ونتذوقها فيما لو تحتاج كمية أكبر أو لا. طبعا طعم الملح لازم ما يكون بارز بالهريسة، لأن إحنا نتناولها ويا السكر ويا القرفة، وكو ناس تحب تخلي لها ملح بعدين أثناء الأكل، فيبقى يعني كل واحد يضيف حسب رغبته، حسب الطريقة اللي يحب ياكل بيها الهريسة. هسه بعد أن ضفت الملح وقلبت المكونات مع بعضها وتركتها شوية تاخذ نكهة الملح وتتلابس، راح ننزل هسه اللحم اللي سلقناه وفلسناه، وأيضا نخلطه بصورة جيدة ويا الهريسة. وكل ما تشوفون الهريسة عندكم ثخنت خففوها أما بمرق اللحم أو بالمي العادي، ولا تنسون لازم يكون ساخن على مود الهريسة عندنا ما تجزر. تقدرون أيضا أصدقائي بهاي المرحلة تسخنون أو تفرقعون مثل ما نقول بالعراقي شوية من السمن، الدهن يعني، أو الدهن الحار أو الزيت النباتي حسب رغبتكم، وتضيفون ويا الهريسة. بس أنا شفت مرق اللحم اللي دا أستخدمه صار دهين، فما ضفت كمية دهون هواية ويا الهريسة، اكتفيت بالدهون الموجودة بمرق اللحم. بس من جيت قدمتها سخنت أو فرقعت شوية من الدهن وخليته على سطح الهريسة وقدمتها. لكم حرية الاختيار، كل الخيارات ممكنة. بعد أن تركتها تتهدر على نار هادئة واستمريت بالتحريك تقريبا 20 دقيقة، ضفت لها شوية من الملح. بعد أن ذوقتها شفتها تحتاج شوية من الملح. القوام مالتها صار كلش ممتاز، لأنه بقيت أخففها إلى أن وصلت وياي لهاي المرحلة، لأن مثل ما تعرفون الهريسة من نقدمها تثخن، فلازم ما نبقيها ثخينة على النار، ونحسب حساب أنه من نجي نقدمها على مود تبقى محتفظة بهذا القوام الحلو. الهريسة مالتنا صارت زينة وتخبل، سهمكم العافية. قدمتها بهالشكل هذا وفرقعت عليها شوية من السمن مثل ما قلت لكم، وهاي الخطوة اختيارية، تقدرون تضيفوها أثناء الطبخ أو أثناء التقديم، كلها ترهم كلها تشتغل. آخر شي زينت الأطباق مالتنا بشوية من القرفة أو الدارسين، وبعدين راح نضيف لها سكر أثناء الأكل، وراح تصير ولا أروع. من أطيب وأسهل الوصفات العراقية، جربوها بطريقتي وإن شاء الله على قلبكم وقلب أحبابكم بألف صحة وعافية. طبختها وشاركتها ويا حبايبي والحمد لله كلش عجبتهم. أتمنى أنتم همين تجربوها وتستمتعون بطعمها الطيب، وأكيد لا تنسونا بدعواتكم الحلوة، وشاركوا الوصفة ويا أصدقائكم ودزولي صور التطبيقات عبر وسائل التواصل الخاصة بالقناة. أشكر دائما متابعتكم وتواجدكم بقناتي، ومع ألف ألف سلامة.